السلام عليكم متابعي قناة أخبار تونس على اليوتيوب. اليوم باش نطلع على أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في تونس، واللي يمتد تأثيرها على آلاف إن لم نقل ملايين التوانسة. في التقرير باش نشوفوا الخيوط الأساسية ومسارات وسرديات من الهام الاطلاع عليها قبل ما نواصل حوارنا بعد التقرير مباشرة. مرحبا متابعي قناة أخبار تونس على اليوتيوب. في تصريح مدون تحت قبة البرلمان، أكدت المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية طرد 49 موظفاً بعد ورود مراسلات رسمية من وزارة التربية تفيد بثبوت تزوير شهاداتهم العلمية. كان ذلك الإعلان بمثابة الشرارة التي أعادت فتح ملف ظل يتوسع بصمت لسنوات، لكن الحقيقة أن هذا الحدث لم يكن سوى ارتدادا لصدمات أكبر من التجاوزات التي وثقتها أحكام قضائية وتقارير إعلامية وتصريحات رسمية. فما كشف على لسان الإدارة عن تزوير الشهائد العلمية كان القضاء قد حسمه بالفعل على مستوى القيادة، فقد صدر حكم قضائي شمل 3 سنوات سجنا للرئيس المدير العام السابق، 4 سنوات سجنا للكاتب العام السابق للنقابة، وذلك بتهمة تزوير الشهادات واستعمالها واستغلال النفوذ. إدانة قيادات عليا بنفس التهمة التي أقيل بسببها موظفون تطرح سؤالا مشروعا: هل نحن أمام تجاوزات فردية أم أمام نمط متكرر؟ لكن شبهات الفساد لم تكتفي بنخر الإدارة، بل امتدت لتضرب أصول الشركة في حد ذاتها، فالقضية التالية لم تكن مجرد خطأ إداريا. في أكتوبر 2022 أصدر القضاء حكما نهائيا ب 12 عام سجنا للمدير العام السابق للخطوط التونسية الفنية، و10 سنوات سجنا لمسؤول عن الصيانة، والتهمة الاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار ثم بيعها لشركات أجنبية. عملية وصفت بأنها كبدت الناقلة الوطنية خسائر بعشرات الملايين وأصابت أسطولها في الصميم. إحدى أكثر القضايا غرابة كانت في تصريح رسمي لرئيس الجمهورية قيس سعيد العام الفارط، حيث كشف عن اختفاء طائرة أميلكار بوينغ 737 التي غادرت تونس سنة 2017 دون أي تصريح ديواني، وتم بيعها لاحقا بثمن زهيد جدا. قضية أثارت صدمة ليس فقط لأن الطائرة اختفت، بل لأن اختفاءها لم يكتشف لسنوات. الملفات القديمة بدورها لم تكن أفضل حالا، فوفق ما أوردته تقارير العدالة الانتقالية وردت شهادات حول انتدابات وهمية خلال فترة حكم بن علي، حيث يشتبه أن موظفين تقاضوا رواتب دون مباشرة أعمالهم. كما ينظر القطب القضائي المالي في شبهات تتعلق بعقود مبرمة مع شركات أجنبية يعتقد أنها أضرت بالناقلة الوطنية. الرئيس المدير العام السابق قال إن عجز الشركة يفوق 2 مليار دينار، مما يجعل تراكم هذه الملفات ليس مجرد فساد، بل نزيفا ماليا مستمرا يهدد استمرارية المؤسسة نفسها. ماذا يعني كل هذا؟ من الشهادات المزورة إلى الأحكام القضائية بالسجن، إلى بيع المحركات وقطع الغيار، إلى طائرة اختفت لسنوات، إلى انتدابات وهمية تعود لعقود، إلى عجز مالي بالمليارات. هذه ليست سلسلة حوادث مفصولة، بل قوس واحد ممتد من القضايا المنشورة رسميا في القضاء والإعلام الوطني. لكن تواتر هذه القضايا عبر سنوات مختلفة وبأطراف متعددة وعلى مستويات إدارية مختلفة يجعل النقاش العام بكل مسؤولية مشروعا، وهو ما سنشاهده في الجزء التالي من هذا التقرير. مرحبا بكم من جديد. خلينا نذكر هنا اللي وزير النقل رشيد العامري قال في البرلمان بتاريخ 11 نوفمبر 2025 اللي خسائر الناقلة تقدر ب 22 مليون دينار شهريا، وهو رقم مرعب بالاقتصاد التونسي، وأنه تم تسجيل 3000 قضية رفعها المسافرين ضد الشركة بسبب التأخير في انطلاق الرحلات. الأغرب من اللي ذكر وزير النقل هو ما حكاه في وقت سابق المدير العام الأسبق، اللي قال إنه الشركة عاجزة بما يفوق 2 مليار دينار. اسمعني مليح، 2 مليار دينار رقم فلكي في تونس. قداش من مستشفى كان يمكن يتبناه؟ من حيث الأرقام تقريبا كان ينجم يبني حوالي 6 مدن طبية كيف المبرمجة في القيروان.
قداش من مدرسة ليسي وجامعة جديدة في كافة مناطق الجمهورية، قداش من مشروع يشغل آلاف الشباب، آلاف إذا كانوا مش ملايين التوانسة كانت حياتهم تتبدل بالمبلغ هذا، ولايات بحالها كان يمكن تتغير. كلنا كتوانسة فاهمين السياق الوطني قبل الثورة وبعدها، وكلنا نعرفوا أن وقت تحكي على ملفات كيف من هكا يطل معانا عمار 54. لكن اليوم ما عادش نحكوا على إشاعات وتدوينات، نحكوا على اعترافات رسمية من قيادات الناقلة في حد ذاتها، وعلى وزير نقل يعطي أرقام مرعبة، وعلى أحكام قضائية قالت بوضوح أنه فما أطراف متواطئة. السؤال الحقيقي اليوم شنو يخلي نفس الأخطاء تتعاود بنفس الطريقة وعلى مدى سنوات؟ هل وقع استرجاع الأموال المنهوبة؟ هل تم تفكيك الشبكات اللي سهلت الفساد؟ ولا اكتفينا بمحاسبة بعض الأفراد؟ شكون يراقب وشكون يتحمل مسؤولية؟ وشنو تبدل فعليا بعد كل هالقضايا؟ شنو تبدل خاصة بعد ما رئيس الجمهورية وفي مستودع الناقلة يحكينا على اختفاء وبيع طائرة بطريقة غير قانونية؟ شكون تحاسب في العملية هذه؟ بكلنا كتوانسة من حقنا معرفة الحقيقة المجردة، وأكثر من هكا من حقنا نشوف الناقلة الوطنية مش مجرد شركة فالسة وتعاني من أجل البقاء، ووظائف آلاف التوانسة على المحك، حتى آلاف الخدامة الشرفاء في التونسير من حقهم يكونوا جزء فاعل في البناء الوطني. كنا نحب نشوف التونسير في حالة أفضل، لأنها أول شيء يعطي الانطباع الأول على تونس لملايين السياح سنويا. بعض الأسئلة اللي سألناها غايتها مش تطرق لمسار المحاسبة فقط، بل التساؤل عن وجود ضمان حد أدنى بكونه اللي صار قبل ما عادش يصير في المستقبل، ونشوفوا ناقلتنا الوطنية داعمة لميزانية الدولة مش ثقب أسود في ميزانية الدولة. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي في موضوع لاحق.